الزمالك والأهلي يا جماعة آخر 4 سنين في كرة اليد. واحد، 35 انتصار للزمالك مقابل انتصار واحد للأهلي. اتنين، الزمالك اتسبب في إقالة 14 مدير فني للأهلي في آخر 4 سنين. بس يا جماعة احنا بنجيبش قبل كده، خلينا مع 4 سنين. الزمالك خلى الأهلي يخسر 15 بطولة، صرف أكتر من 85 مليون جنيه في تغيير مدربين ولاعبين، وبرضه بيخسر من الزمالك. يخرب بيتك يا كابتن الخطيب، انت ومجلس ادارتك وشماتة ابلطظة فيا. انا يا جماعة في واحد دلوقتي يقول لك ايه بقى؟ مش حرام الفلوس دي؟ حرام الفلوس دي بتتصرف على اللعيبة وعلى الكورة وكده، وكمان النادي ما بيستفادش بيها بطولات. ايوه انا معاك وايدك في الموضوع ده والله، ان ولا النادي استفاد ولا الناس استفادت. هما مين اللي استفادوا؟ شوية اللعيبة بقى والسماسرة اللي استنفعوا بالسبوبة، انما مفيش حد استفاد غير كده يعني، ولا النادي استفاد. طب ادام النادي مش هيستفاد يا كابتن الخطيب او اي رئيس نادي تاني، لو النادي مش هيستفيد او حتى هيستفيد برضو ايه، حاجه كده لله وللوطن يعني، كسر عين، اذبح ارنب، اعمل اي حاجه يا كابتن الخطيب. في حاجه ما عندك في كره اليد يا كابتن الخطيب؟ مهما غيرت مدربين ولاعيبه، مهما عملت كل حاجه في كره اليد، خصوصا يعني نصيحه لك يا كابتن الخطيب انت ومجلس ادارتك، حاول تشوف العيب فين. انت غيرت مدربين وغيرت لعيبه وغيرت اجهزه وغيرت كل حاجه وصرفت فلوس وملايين، وبرضه الزمالك بيكسب في كره اليد. نحاول بقى احنا ايه، نعمل اي حاجه تانية يعني، نحاول نشوف السبب الصح عشان ما ندناش ايه، نعجن ونغلط وايه، وبرضه نخسر بطولات تاني.